السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة حلوة جدا. هنعمل ان شاء الله صينية الكفتة بس في الفرن، ولا بقى هنشوي ولا هنبهدل الدنيا ولا اي حاجة. لا، احنا هنعملها النهاردة ان شاء الله بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وهنعمل معاها شوية مكرونة بصلصة. طبعا وصفة المكرونة عملتها معاكم قبل كده، ان شاء الله هحط لكم الرابط في الوصف. هنجيب اللحمة المفرومة بتاعتنا، وهننزل معانا ببصلة وسط، وهننزل بقى بالبهارات بتاعتي، فلفل اسمر وشوية توابل اللي هي السبع بهارات، وملح ومعلقة بيكنج باودر، ودي لازم عشان خاطر الكفتة تبقى مرقة كده وهشة من جوه، ما تكونش مكتومة. وهبتدي اقلب كويس قوي. ولو عندك حتة ليا ممكن نفرمها ونحطها عليها حتة دهن. انا عندي كانت اللحمة يعني كان فيها دهن بزيادة، فانا ما حطيتش بصراحة. وحطيت معاهم نص حزمة بقدونس، بس ما كانتش عندي بصراحة، فعلى ما اشتريتها يعني انا حطيتها في الاخر. هنا الكفتة سبتها حوالي ساعة في التلاجة، وهرجع بقى ان انا اخدها واصبعها. هنا جبت الصينية بتاعتي وفرشتها بصل، وحطيت فيها بقى فلفل اسمر ورشة ملح بسيطة، وهقلب بس كده، وهفرشهم تاني برضو في الصينية وهحط الكفتة عليها. بجد الصينية دي طعمها حلو وعجبت كل اللي كان منها. جربوا ان شاء الله، الطريقة تعجبكم. هجيب الكفتة بتاعتي اصبعها بقى. طبعا انا حطيت البصلة بتاعتي بعد ما صفيتها، ما حطيتهاش بميتها. المية بتاعتي هبل ايدي بيها وهصبع بيها الكفتة. طبعا اي كفتة ما ينفعش تحطيها البصل على طول، لازم تتصفى، لان لو ما صفيتهاش هتفك منك. هنا جبت عصيان بتاعتي بتاعت الشطاوك، هصبع عليها يعني. جبت كذا عصاية عشان تبقى الصابع كده كبير يعني. هنا بصوا شايفين شكل الكفتة، على فكرة مش هتكش قوي يعني، هتكش حاجة بسيطة. وطبعا معلقة البيكنج باودر فرقت جدا، خلت الكفتة هشة من جوه وهتشوفوها. هنا طبعا صبعت الكفتة بتاعتي. انا هسرع الفيديو كمان عشان ما تملوش مني. لا، انا هصبع الكفتة بتاعتي كلها بسرعة. لو لسه ما عملتش اشتراك للقناة، اشترك للقناة. اشتراكك يعني هيفرق معايا كتير، فاتمنى ان انتوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وجديد. هنا بقى بص الكفتة بتاعتي بصبعها اهو. طبعا انا ولا استعملت كبة ولا اي حاجة، كل المكونات كلها على ايدي عجنتها حوالي 10 دقايق. لازم تتعجن بس، اهم حاجة كويس. زي ما اتعلمنا مع بعض ان الكفتة تحس ان فيها بيظهر فيها زي خيوط كده، ببقى عارفة ان الكفتة بتاعتي اتعجنت كويس. انا عجنتها على ايدي، ما حبيتش اعمل في الكبة عشان خاطر اللي ما عندوش كبة يبقى في طريقة تانية ممكن يعمل بيها عادي. انا عملتها على ايدي وما استعملتش الكبة خالص. في البصل وفي كل حاجة انا ما استعملتش الكبة، انا استعملت ايدي. حطيتها طبعا في الفرن والشواية مع بعض لحد ما استوت، وابتديت ان انا اغرفها. الفيديو طبعا بسيط وسهل ومش كتير يعني، ومش زحمة. لا، المكونات بسيطة وسهلة. جربوا الطريقة وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. وبجد الطريقة حلوة، احسن بقى من الكفتة المشوية والبهدلة والدخان والكلام ده. لا، احنا عملناها في الفرن وطريقة بسيطة وسهلة، وما خدتش مننا حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة في الفرن. ما خدتش وقت نهائي. لا بالعكس، الكفتة استوت بسرعة، والبصل اللي احنا حاطينه بقى من تحت فرشناه في الصينية برضو ادى طعم حلو جدا. الكفتة نزلت الدهون بتاعتها، فنزلت على البصل اديته طعم حلو قوي ومميز جدا. بصوا الكفتة شكلها حلو جدا، يمكن التصوير ظالمها كمان. بصوا مورقة جدا من جوه ومش مكتومة وهشة وجميلة. جربوا الطريقة ان شاء الله هتعجبكم. انا عملت شوية مكرونة بالصلصة كده جنبها. الاكله دي من اخف الاكلات اللي بحب اعملها، ودي اكلتي السريعه بصراحه. سيبكم تتفرجوا على الفيديو براحتكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.